اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الهنا، صباح السعادة. يلا بقى بينا نعمل طاقية السلطان النهاردة، وجميلة جدا، شكلها مميز وحلوة، ولادك هيحبوها مع أحلى كوباية قهوة. يلا بقى نسمي الله ونتوكل على الله ونشوف مقاديرنا ايه. واكتبي، هاتي ورقة وقلم واكتبي ورايا أو سجلي المقطع ده عشان المقادير تكون مظبوطة. مبدئيا كده عندي ربع كوباية من الزيت، نص كوباية من المية، طبعا كل حاجة دافية، نص كوباية من الحليب الدافي. معايا هنا 5 معالق من السكر، ومعايا هنا خميرة، معلقتين كبار من الخميرة او كيس، وحبة فانيليا، وشوية معلقة واحدة بس خل. وبعد كده هنقلبهم كويس جدا. حطينا الخل اهو، ودنشة بسيطة خالص من الملح، وما تنساش عشان احنا بنعمل معجنات يبقى لازم ملح. هنقلب كويس جدا جدا جدا. وعندي هنا 3 معالق وربع من الدقيق منخول ونضيفه زي الفل. وبعد كده هنحطه تدريجيا، هنقلب كده شوية بالمضرب، وبعد كده هنعجن بايدينا بقى. صلي على الرسول واستغفري الله، ونوعي في مطبخك واعملي اكلات كتيرة جدا. وتابعينا. ومن لو اول مرة تشوفي قناتي اتمنى تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، ولو عجبك الفيديو شيري مع اصحابك. وهنعجن كده زي ما انت شايفة معايا هنا كده، عجينة سهلة جدا. والبيض هناخد البيض زي ما قلنا ونسيب الصفار علشان هنعمل بيه حاجة تانية زي ما قلت. عندي هنا كاكاو خام، هحط هنا حوالي معلقتين، يعني هما كلهم هياخدوا 3 معالق بالظبط. واحط نقطة مية بسيطة جدا جدا، يعني احط نص معلقة بنص معلقة علشان معجنتنا مظبوطة ومقاديرنا مظبوطة. فاحنا مش عايزينها نضيف عليها دقيق خالص. هو زي والله بجد هي الدقيق اللي انا حطيته قدامكم، ما حطيتش غيره، مفيش الا الكاكاو بس اللي انا حطيته على العجينة دي، وحوالي معلقة ونص من المية علشان بس ايه، ال3 معالق اللي احنا حطيناهم. في الاخر خالص هجيب معلقة زبدة او معلقة سمنة عادية عادي خالص نباتي، وهقلبها كويس جدا في العجينة لمدة 5 دقايق بالطريقة دي. وهنسيبها بقى ترتاح كده. وطبعا هروح اعمل العجينة التانية برضو، مش هضيف عليها لا دقيق ولا هضيف عليها اي حاجة. انا عايزاها تحسي ان هي في ايدك ملزقة بسيط كده، مش قاسية مش جامدة. انا عايزة زي المقادير بالظبط، والله بجد انا ما حطيتش اي دقيق. زي ما انت شايفه معايا معلقه زبده هنا، ومعلقه او سمنه، ومعلقه سمنه هنا. هتنعمها وتخليها زي العسل معاك زي ما انت شايفه معايا كده. هجيب الاسترتش وهبدا بقى ان انا اغطيه بالطريقه دي. لا اله الا الله محمد رسول الله. هبدا بقى ان انا اغطيه بالاسترتش معايا بالطريقه ديت. كل بوله هغطيها، وعايزه كل واحده ترتاح لوحدها. هدفي بقى الميكروويف حاجة بسيطة كده، وهحطهم يخمروا في الميكروويف. وهنبدأ بقى على ما يخمروا او يرتاحوا شوية لمدة ربع ساعة بالظبط. هبدأ بقى ان انا عندي هنا شوكولاتة خام، هجيبها واحطها في كيس نايلون او اي حاجة كده بالطريقة دي. وهفضل ادق عليها لحد ما تبقى ناعمة معايا خالص. ممكن احطها خشنة وممكن احطها ناعمة زي ما انت شايفة معايا هنا كده. زي ما انت شايفة برضو معايا ارتاحت، والعجينة ما شاء الله زي العسل. هحط شوية دقيق كده على الرخامة، طبعا ممسوحة ونضيفة بالخل. هبدأ بقى ان انا مش محتاجة اي نشابة ولا اي مردبة معاكي ولا اي بطاطا ولا اي حاجة، يعني مش محتاجة ان احنا نفردها باي حاجة، بايدينا كده وخلاص على كده. وهبدأ بقى ان انا علشان هعرف اشيلها كويس احط هنا ورق استرتش، وهفرد عليه العجينة. وما شاء الله اللهم بارك، يعني بتتفرد بمنتهى السهولة معايا اهو. زي ما انت شايفه معايا بايد واحده كده، وبالتانية بتساعدها واعملها مستطيله. عايزه تعملها مدوره اعمليها، عايزه تعملها بس احنا هنا وصفتنا لازم تكون مستطيله. هنعملها مستطيله ازاي وهي معايا مدوره يا رشا؟ اهي زي ما انت شايفه معايا هنا كده اهو. هنعملها مستطيله معانا وزي العسل اهو. سهله جدا وبسيطه زي ما قلت لكم. حاولوا ان انتوا تعملوا وتجددوا في اكلاتكم تعملوها. طبعا زي ما انت شايفه معايا احط الشوكولاته اهوت، بسم الله ما شاء الله، يعني كانت حته محترمه كده، يعني غطيت لك كل السطح اللي احنا عايزين. ارفعه شويه كده، وهبدا بقى ان انا اعمل الشرايط معايا. نبدا بقى من فوق ومن تحت، ونمسك العجينه ونلفها كده.
شايفين القمر بقى، شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله، اللهم بارك، بألف هنا والشفا لكل اللي اكل منها، وألف هنا والشفا لكل اللي هيعمل. اعمل لكم بقى شويه من الناحيه دي زي ما انت شايفه معايا بمنتهى السهوله، لا بتتقطع ولا اي حاجه، مقاديرنا كويسه، العجينه مخدومه كويس. هنبدا بقى ان احنا نلفها بالطريقه دي. ايوه كده، وهنسيب النهايه تحت. هجيب بقى صينيه، الصينيه معايا او ايه، قارب معايا بالطريقه دي، لقيته كبير قوي، فهجيب القارب اللي اقل منه متوسط اهو. وهسيبها بقى زي ما انت شايفه معايا هنا كده تخمر براحتها خالص اهو. غطيتها بالاسترتش وسبتها تخمر، وصفار البيضه اللي احنا حيشينه مع بعض، ومعلقتين او 3 معالق من اللبن. اللبن بيطريها وما بيخليهاش ناشفه، والصفار بيديها لون. زي ما انت شايفه معايا هنا كده بقى بالفرشه كده وبالراحه كده علشان الخمر بتاعها. طيب سبتها قد ايه؟ احنا دلوقتي سخنت ميكروويف، حطيتها فيه، وبالطريقه ديت احطها بقى في الفرن على اكبر درجه. انا حطيتها على 350، على حسب فرنك انت هتعملي بيه ازاي، وحسب فرنك الدرجه اللي انت هتعمليه. انا 350. طب انا عايزه اعرف هي استوت ولا لا، زي الكيك بالظبط، هتجيبي كازلك او سكينه وتضغطي عليها من جنبين 3 بالطريقه ديت. انا طبعا كنت مختبراها قبل ما اطلعها، وسبتها على باب الفرن لمده 5 أو 6 دقايق علشان تتلدم برضو. وخدت معايا في الفرن بالظبط بالظبط مكملتش ربع ساعة، كانت مستوية وكانت زي الفل. طبعا انا عندي هنا زي برام او صينية حرفها عالي جدا، والمقادير شوية ان هي تطلع من عليها. لو انت عايزة تضعف الكمية ضعف الكمية بنفس المقادير. حطيت هنا معلقة زبدة على الوش او سمنة برضو عادي، مفيش اي مشاكل. وهجيب بقى كيس استرتش بالطريقة ديت، وهغطيها لمدة 5 دقايق ل7 دقايق بالطريقة اللي انت شايفينه معايا دي. وهجيب بقى الاسباتولة كده او اي حاجة مرنة شوية علشان احنا عندنا حاجة مدورة، هتقلبها بمنتهى السهولة ولا محتاجة اي حاجة. لو انت عندك ورق زبدة حطي، ما عندكيش زي كده اعملها زي ما انت عارفة كده معايا بالطريقة دي، ولا طلعت مجروحة ولا فيها اي حاجة، مستوية حلو جدا جدا جدا. وبعدين يا جماعة يعني القمر ده بصراحة انا لا اقاوم الجمال ده، بصراحة حلو قوي. زي ما انت شايفة معايا كده، هنبدأ بقى ان احنا نقطعها بالطريقة دي، وهتقدميها بمنتهى السهولة، وعامل احلى من الكيك، خفيفة جدا جدا، وبصراحة حلوة حلوة وتستاهل التجربة. من جوه بقى الشوكولاتة سايحة وجميلة جدا، عايزة تكتري اكتر من كده شوكولاتة براحتك. انا كده الشوكولاتة عندي مناسبة جدا قوي. زي ما انت شايفة معايا الالوان تحفة والشكل حلو ومنظرها وشكلها حلو. والقهوة طبعا تفضلوا معانا بألف هنا وشفا لكل اللي اكل منها، واتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. طبعا هي لسه سخنة، المفروض نقطعها لما تبرد خالص، بتفرق كتير جدا في المعجنات او كيكات. لما تسيبيها تبرد وتقطعيها بتاخد حقها في التلدين، بتاخد حقها في ان هي ترتاح من الفرن، بتبقى جميل. اشوفكم في فيديو جديد، واتمنى الوصفة